عليكم، تحية لكافة الناس. إذا اليوم موضوعنا هو الفيضانات اللي ضربت الجزائر. كما تعلمون أن مجموعة من الصحف خرجت اليوم كتحدث عن الفيضانات وأزمة الفيضانات والكوارث اللي خلفتها. شاهدنا فيديوهات القوة الضاربة كتغرق. هاد القوة الضاربة اللي باغية تحارب مع المغرب ما عندهاش حتى بنية تحتية، فهمتيني؟ بنية تحتية اللي كتقول لك أنا رانا استطاعتي أنني 24 ساعة ما نوصلوا الرباط وما تبقاش المملكة المغربية الشريفة، وانتوما غير فيضان وما قدرتوش انكم توفروا له غير شروط السلامة المسبقة. فيضان لكارثة طبيعية دخلت عندكم تل المنازل ديالكم، وكتقولوا حنا غاديين، حنا القوة الضاربة، حنا الزعامة الإقليمية، نحن من نتحكم في القرار السيادي على مستوى الجزائر. وانتم الجزائر، فرنسا وأمريكا بايع البلاد كاملة، فرنسا وأمريكا والصين والروس، وتجيو تقولوا هنا. وحنا كيقول لك المغرب جابوا لنا الصهاينة، وإسرائيل راه دايرة الجزائر. خصها الجزائر دارت اتفاقيات مع إسرائيل وما كتقدرش تخرج للملأ، ولكن باش تحفظ الماء الوجه ديالها، حيت الشعب شنو كيعرف؟ الشعب الجزائري كيعرف كلمه واحده: 1 2 3 فيفا لالجيري. صافي هادشي اللي كيعرفوا هادوك الناس. من غير 1 2 3 فيفا لالجيري ما كيعرفوا يديروا حتى حاجه. اذا واخا هما شمشوا في ضحايا الزلزال، حنا ما غاديش نشمشوا في الكارثه الطبيعيه اللي ضربت سكان الجزائر. نتمنى لهم ان الكارثه ما تكونش تخلف الضحايا، ونتمنى لهم انهم التوفيق. وخا حنا خرجوا كيحتفلوا هذاك، ولكن هذه كارثه طبيعيه. بنادم ما يتشفاش، حنا ما كنتشفاوش. واخا هما تشفاو، ولكن حنا مغاربه هاربين من النيفو. حنا نرجعوا نحققوا المستوى باش ننافسوا حنا الجزائر. 2026 حنا خصنا نشوفوا رؤيه استراتيجيه، نمشيو تكون عندنا بنيه تحتيه بحال المانيا، بحال فرنسا، اقتصاد بحال المانيا، قوه نوويه ان شاء الله جايه ان شاء الله. هادشي اللي خصنا نفكروا فيه. اما واش بقى تقول لي الجزائر ما حلوش راسهم مع الفيضان، بقى قاعدين يابسوا المغرب.